زوجك في العشة ولا طار؟ رسالتي النهاردة لكل زوجة عاملة كده. أيوة، بالظبط اللي جه في دماغك لما شفتي الصورة. الزوجة المسؤولة أم العيال اللي عندها باكج محترم من الأطفال في أعمار متقاربة، اللي الراعي الرسمي ليها كفاية تعبت، والبادي لوشن بقى كلار، والبرفيوم ريحة بصل وتوم، والنيو ستايل بتاعها قمطتي وجلابيتي، اللي زوجها بيرجع من الشغل على سيمفونية تعبت ومش قادرة ومش عارفة وما بقتش مستحملة، اللي جوزها بيلطشه بالقلم وهو داخل من باب الشقة. انا طبعا مش بتريق عليكي ولا جاية انظر، كل الحكاية اننا بنساعد بعض وبنحاول نمسك العصاية من النص قبل ما العصاية تتكسر على دماغنا. لا طبعا انا بهزر، ولا عيش ولا كان اللي يلمس شعر منك يا اجمل حواء. بس تعالي لما اقولك نغير كل اللي فوق ده ازاي، واحدة واحدة. حاولي تهتمي بنفسك بأبسط الأشياء، خليكي دايما في نظره حلوة وريحتك نظيفة. عايزاه يرجع يلاقي قمرة في استقباله، مش لازم يدخل يلاقيكي بجلابية ملطشة أكل وريحتك طشة ملوخية وعينيكي مدمعة من بشر البصل، وبتجري ورا الولد الصغير وهو قالع الشورت وبتصرخي وتقولي تعالى هنا. كات. هنعيد المشهد من تاني بس على نظافة. قبل ما يجي غيري لبس الطبخ في 5 دقايق، ادخلي كبي شوية مية على نفسك، البسي لبس مهندم، حطي برفان ومتقوليش ما عنديش وقت، اتعودي تحطي قدامك كحل وروج وبلاشر على الأقل، ده أضعف الإيمان. حطي الولاد جنبك يلعبوا واعملي كده مش حكاية. حقه يشوفك حلوة ومهندمة وريحتك حلوة، مش معنى انك خلفتي يبقى خلاص تدوسي على انوثتك وهندامك وتمحي نفسك. وحق زوجك تهدريه، الحاجات دي فعلا مش بتاخد منك 5 دقايق. الغريب في الامر واللي لازم اقولهولك ان كتير من النساء بتعرف وهي نازله تحط فول ميك اب وتبقى على سنجة 10 من لبس الريحه حلوه للتزيين باكسسوارات، وهي اللي بتقول ما عنديش وقت اعمل كده قبل ما زوجي يجي من الشغل عشان الولاد اخدين وقتي. زوجك اولى يشوف الاهتمام دوت مش الغريب اللي في الشارع. لو قعدتي تنظمي وقتك، تنامي بدري وتصحي بدري وترتبي اولوياتك وتحاولي تنجزي البيت والاكل بدري، مش لازم تضغطي نفسك قبل ما يجي ب5 دقايق ويدخل من الباب وانتي بتطشي الملوخية. وقت رجوع زوجك دوت خليه وقت مقدس لاستقبال زوجك، بيفرق جدا في علاقتك بيه. بيعلم الأولاد درس مهم، وهو إن رجوع بابا للبيت ليه طقوس ولازم نبقى واقفين في استقباله، مش يدخل من باب الشقة وكل واحد ملهي في حياته، اللي قاعد على التليفون واللي ماسك كتاب واللي بيلعب ولا كأنه دخل. ده بيعلم الولاد العقوق والجهل. بابا اللي مطحون علشاننا وجاي وربما مستني لحظة استقباله اللي بتهون عليه تعب اليوم كله، وفجأة يلاقي الاستقبال البارد ده. زي ما نزلت قبل كده فيديو بنصح الرجالة يقدروا تعب زوجاتهم، كان لازم اقول للنساء قدروا تعب ازواجكم ووجودهم علشانكم. بس بس ايوه يا باش مهندس، انا شايفاك وانت منشكح قوي وبتقول ادي كمان ما ترحميش. حواري مع حواء كلمتين ونصيحة من اخت لاختها بره عنك انت خالص. ده بالإضافة لأنك مفروض يبقى ليك دور مهم جدا في تعديل الوضع الخاطئ ده، طبعا بمشاركتك في مسؤوليات البيت لأنها مسؤولية مشتركة. بالتقدير والطبطبة حبيبتك تهد جبال ولا هتشتكي، وهتعمل المستحيل لو انت حسستها انها بتتقدر وطيبت خاطرها بكلمة حلوة. املي ودانها بالحلو وحسسها بالامان والتقدير، وفي الاخر كله هيصب في مصلحتك ومصلحة اسرتك وولادك، وهتلاقي بيتك مستقر وهتعرف معنى السكن بجد. وقبل ما اسالها زوجك في العشه ولا طار، هقولك امتى حوط على عشتك. وبكده نكون وصلنا لنهايه رسالتنا النهارده. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.